انا الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ وارحب بيكم في البرنامج بتاعكم. ليه وازاي؟ هو برنامج بيتكلم عن الاسئله بتاعتكم، بيحاول ان احنا نجاوب عليها. بس حابب قبل ما ابدا كده اكلمكم على حاجه جميله خالص حصلت الاسبوع اللي فات. كنت في فصل من فصول مدارس الاحد، وبعدين حد من الاطفال بنتكلم عن القديسين والملائكه والسماء. بقول لهم حبايبي انتوا كلكم قديسين. فرد ولد قال لي مستر احنا قديسين ازاي؟ يعني انا قديس؟ قلت له يا حبيبي انت قديس. فقال لي لا، انا حاسس ان الكلام ده مش حقيقي، مفيش حد من كل اللي انت شايفهم دول ممكن يكونوا قديسين. قلت له لا، انا هكلمك وهثبت لك بقصه. القصه حصلت من كذا سنه. كنا في رحله من الرحلات، وبعدين طفل من الاطفال، الرحله كانت كبيره يعني، وبعدين جه ولد قال لي مستر انا عايز اشرب حاجه ساقعه، الجو كان حر جدا جدا، وقال لي انا عايز اشرب حاجه ساقعه. قلت له يا حبيبي روح اشرب حاجه ساقعه مفيش مشكله. قال لي بس انا مش عايز اشرب لوحدي. قلت له يعني ايه؟ ما مش فاهم. قال لي انا نفسي ان كل الاطفال، ما انا زي ما انا حاسس بالحر فاكيد كل اللي موجودين في الرحله برضه حاسين بنفس الاحساس اللي انا فيه، وانا عايز زي ما انا هشرب هم كمان يشربوا، انا مش عايز ابقى بشرب لوحدي. مش هبقى حاسس ان انا مستريح يعني. فانا استغربت جدا من الولد ده. قلت له طب يعني انت عايز تعمل ايه؟ قال لي مستر يعني انا عايز اجيب لهم كلهم حاجه ساقعه، يعني كلنا بنشرب يعني. استغربت جدا من الولد دون، وانبسطت جدا وفرحت جدا بيه. القداسه موجوده فعلا في اولادنا وبناتنا، حاجه جميله قوي. وبعدين هو ما سكتش لغايه كده، جه وجاب الحاجه ولا مستر بس هستاذنك في حاجه. قلت له قول يا حبيبي. قال لي حضرتك هتاخدها هتوزع الحاجه الساقعه، بس بعد اذنك ما تقولش ان انا اللي جبت الحاجه الساقعه، الخدمه هي اللي جابت الحاجه الساقعه. يعني منتهى المحبه وانكار الذات، وحاجه جميله جدا جدا صراحه. انبسطت جدا بالولد ده. هو دلوقتي طبعا هو مش ولد او حد كبير معانا، مبسوطين جدا بيه وفرحانين بيه خالص. لكن اهو يا حبيبي في سنكم ويمكن كمان اصغر منكم، وقديسين، وعندنا قديسين كتير موجودين في الكنيسه. واحنا زي ما بنقول ان في ناس كبار قديسين، لا كمان احنا معانا اطفال قديسين كتير جدا جدا. طبعا بعد ما خلصت راح سائل سؤالين تانيين، واللي مجموعة اللي حواليهم سألوا شوية أسئلة، فحبيت أجيب الأسئلة ونجاوبها سوا ونعرف هم سألوا وقالوا إيه يعني. فعندي أول سؤال بيقول إزاي ربنا يا مستر الغير محدود كبير أوي ده إزاي يتولد في بطن الست العذراء، البنوتة اللي هي الصغيرة دي؟ فالبنت بصراحة قالت لي مستر مش فاهمة ازاي يعني ربنا اللي موجود في الكون ده كله والغير محدود ازاي ساب السماء وساب مكانه وساب الكون وساب كل الحاجات اللي موجودة ديت ونزل قعد في بطن ماما العذراء بقى صغير؟ ازاي ده حصل يعني؟ وقلت اجي نقعد نتكلم فيه، نحاول ان احنا نجاوب على السؤال يعني بنعمة ربنا. فقعدت مع ابني في البيت وقعدنا نتناقش في الموضوع ده. كلمت معاه قلت له ايه رأيك يعني؟ فبرضه هو كان بالنسبة له عايز يعرف إجابة السؤال. فكنت قاعد معاه في الأوضة، فقلت له هو أنت لما الأوضة بتاعتك دي الصبح كده النور بينور ويبقى موجود في أوضتك، وبعدين تفتح الشباك تلاقي الشمس داخلة جوه الأوضة بتاعتك، فهل ده معناه إن الشمس سابت السماء ودخلت قعدت في الأوضة بتاعتك؟ فقال لي لا يا بابا طبعا الشمس في مكانها فوق في السماء. قلت له يعني الشمس ما دخلتش اوضتك؟ قال لي لا هي دخلت بس ده الشعاع بتاع الشمس. فهو يا حبايبي هو بالظبط كده حلول الروح القدس في بطن الست العذراء. زي ما انت قلت يا حبيبتي هو غير محدود، زي ما اشعة الشمس بتخش الأوضة بتاعتنا وبتنورها لكن برضو بتفضل موجودة في السماء، برضو هو حلول أقنوم الابن والله المتجسد في بطن الست العذراء ده كان حلول زي أشعة الشمس لما دخلت الأوضة بتاعتنا، والمسيح أخذ الجسد وبقى إنسان كامل، نفس وروح وجسد، إنسان كامل. أخذ الكلام ده كله منين؟ من بطن الست العذراء. عشان كده بنقول تجسد وتأنس. تجسد، أخذ جسد، وتأنس بقى فيه الصفات الإنسانية، الروح والنفس، بقى إنسان كامل، إنسان كامل. طب هو يا مستر كده يعني ما بقاش ربنا؟ لا طبعا هو ربنا وفي نفس الوقت هو إنسان. وإن شاء الله بنعمة ربنا ممكن نبقى نكمل باقي الأسئلة، لأن الأسئلة
بتاعتكم كتيرة، وبصراحة أسئلة تفرح وبتبين قد إيه أنتوا بتفكروا بشكل حلو وجميل. ولو حد عنده أي سؤال أو أي حاجة ممكن يبعتولنا على البرنامج. بس خلينا كده نحفظ مع بعض الآية الجميلة اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة. بتقول الآية: كلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده. موجودة في إنجيل القديس يوحنا إصحاح 1 عدد 14. ربنا معاكم ويحافظ عليكم ويسندكم ونعمة ربنا. أشوفكم المرة الجاية ومع سؤال جديد وقصة جديدة. سلام.